The murder of longtime mob boss Carmine Falcone has complicated efforts to restore order. ناس كتير اتفاجئت إن كولين فارل ما خدش الإيمي عن دوره الأسطوري في ذا بينجوين، الدور اللي فعلا خلى ناس كتير تنسى إن ده كولين فارل أصلا. الأداء، التحول بالمكياج، الكاريزما، كله كان على أعلى مستوى. طب ليه ما كسبش؟ الموضوع مش بسيط. أول حاجة، المنافسة كانت نارية. السنة دي كان في أسماء تقيلة جدا وأداءات درامية قوية زي ستيفن جراهام في أدوليسنس، وده الدور اللي فعلا لمس قلوب لجنة التحكيم بشكل مباشر. وهنا نيجي لنقطة مهمة، جوائز الإيمي غالبا بتميل أكتر للأعمال الدرامية اللي فيها معاناة إنسانية واضحة، قصص عن الألم، الخسارة، الصدمات. يعني حتى لو أداء كولين كان عظيم، شخصية بينجوين تعتبر من نوع جانرا أكتر، جريمة، أكشن، عالم دي سي. النوع ده دايما بيواجه صعوبة يكسب جوائز كبيرة مهما كان الأداء قوي. وكمان في حاجة لازم نفتكرها، الجوائز مش دايما بتقيس مين الأفضل بشكل مطلق، أحيانا بتعكس ذوق المصوتين أو اللحظة اللي عايشينها. لكن هل ده معناه إن كولين فارل اتظلم؟ ناس كتير شايفة كده، واللي متفقين عليه إن ذا بينجوين قدم لنا واحد من أمتع وأقوى الأداءات في مسيرة فارل، حتى لو الإيمي ما كانتش من نصيبه. قولولي في الكومنتات، انتوا شايفين مين كان يستحق الجائزة السنة دي؟ وهل كولين فعلا اتظلم ولا لأ؟